هل أغيّر طريقة لعبي علشان الخصم والّا ألعب بأسلوبي وشخصيتي مهما كان مين قدّامي؟ السؤال ده هو السبب في نُص خناقات المدربين والكويرة مع بعض، وأنا حد من الناس دي اللي دخل في النقاش اللي من النوع ده. فناس تقول لك المدرب ده عنيد ودمّرنا، وناس تقول لك المدرب ده فرّط في الهوية بتاعتنا. بس تعالَ بقى أقول لك إن النقاش ده أصلًا مش منطقي وفيه بعض من التطرُّف، لإن الكورة أعمق من كده بكتير. بس قبل ما تفكّر في المنافس، اعرف نَفْسك أنت الأول. يعني إيه يا صديقي تعرف نفسك أنت الأول؟ يعني اللي بناء أي فريق ناجح في الدنيا بيعتمد على خطوات اللي هي علشان تعمل لنفسك identity واضحة، هوية قوية، اللي هو بتعرف نقاط قوتك وبتعرف نقاط ضعفك وبتحدد وتدرس نقاط قوة الخصم ونقاط ضعفه، وعلى أساس كده هتحط الجيم بلان اللي هيحدد الهدف بتاعك، الخطة الواضحة. فعشان كده الصح عمره ما كان في الطرفين. يعني مش صح ان انت تقول العب بطريقتي وادك اي منافس قدامي، ولا صح كمان ان انت تقول امسح كل اللي اتدربت عليه واشتغلت عليه مع الفرقة علشان المنافس. فالسر كله في كلمة واحدة وهي البالانس، التوازن يا صديقي. هبسطها لك، يعني لو انت فرقتك هويتها واضحة وباينة على الاستحواذ والتحكم بالكرة الكتير زي مثلا برشلونه والسيتي، فمش منطقي اطلاقا ان انت تحضر الماتش الجاي وتدافع بالعشره، او تعمل حسابك ان انت هتعمل لو بلوك كتير في الماتش، واللي هو هنلعب على المرتدات ولاب لاب لاب. انت كده انا فاهم اقصد ايه. وده مش عشان ان التغيير حرام، ولكن لان جينات وكفاءة لعيبتك ما بتخدمش الطريقة دي أصلا. أيوة ممكن يكون لعيب جامد ما عندوش الكفاءة ولا هو متعود إنه يدافع، مش هيخدم فلسفتك، ولكن أنت جايبه لهويتك الأساسية، فأنت كده بتنزل لمستوى خصمك بالمعنى الأصح. ولكن هل ده معناه اللي أنت ما تعدلش خالص؟ أكيد لأ. هنا بيفرق بين حاجتين مهمين جدا، وهي رقم واحد الهوية الايدنتيتي، وهي شخصيتك وفلسفتك دي الثابتة اللي ما بتتغيرش. الحاجة التانية الجيم بلان، وهي الخطة بتاعتك، ودي اللي بيحصل فيها التعديلات الكبيرة او الصغيرة على حسب الخصم. ركز في تفاصيل الكلام يا صديقي. يعني مثلا هتفضل تلعب باسلوبك، بس ممكن تغير اماكن الضغط، تغير لعيب من لعيبه فرقتك. يعني مثلا تضحي باك بيطير علشان مثلا وينج الخصم قوي، اللي هو تعديل في التكتيك من غير ما تخسر الهويه بتاعتك. ممكن تغير شكل الخطه، اكيد انت ممكن تلعب فرقتك بخطتين، بتشغل اللعيبه بتاعتك على خطتين، ليك كذا حل على مدار الموسم بتشغلهم، ولكن الطريقه ممكن العب بالخطه ادافع، وممكن العب بالخطه نفس الخطه دي اهاجم. فاهم عايز اوصل لك ايه؟ بس احنا صديقي مش جايين نقيس تيشيرتات، يعني مش كل شويه تغير الخطه. انا بقول لك في الاستثناءات، ولكن الهويه بتبقى واضحه. يعني ايا كان احنا بنستحوذ، ما ايا كان الخطه اللي نلعب بيها، الظروف اجبرتنا على تغييره معينه، برضه هنفضل بنستحوذ. فاللي عايز اوصله لك يا صديقي، اللي انت لازم تعرف نفسك الاول قبل ما تدرس الخصم، علشان المدرب الجامد مش هو اللي بيغير جلده كل اسبوع، ولا اللي بينط في الهواء وبيغمض عينه زي ما بيقولوا كده. المدرب الجامد هو اللي بيعرف يحافظ على بصمته بالمعنى الاصح زي ما بيقولوا، والاهم انه يطوعها ويروضها علشان يكسب اي خصم. انت فاهم التركية دي؟ انت فاهم العبارة الاخيرة دي؟ يروضها او يطوعها علشان يكسب الخصم. يعني هويتي واضحة ولكن دماغي مش ناشفة. ده مش كلام انا يا صديقي، ده كلام مناهج قريت. مناهج دي اقنعتني باللي انا بقوله على فكرة. يعني كان في معتقدات في دماغي اتغيرت لما قريت عن الموضوع ده، لان زي ما انت عارف محتوى يا صديقي ما بحبش اقول حاجه من دماغي، كل اللي بقوله مناهج وحاجات بنقلها من حاجات موثقه. فاتمنى تشاركني برايك لو مدرب او محلل، هتفيدنا، لان انت كده كده حتى لو قلت حاجه فانت مش بتعارضني، انت بتعارض المنهج اللي انا بقوله. فبل بالعكس، الكوره ما فيهاش صح ولا غلط، الكوره علم غير صحيح، فيها متغيرات كتير. يعني كل الحاجات صح لو في وقتها الصح، وكل الحاجات غلط لو في الوقت الغلط. وبس كده يا سيدي، كان معكم حازم زناتي. حد بيحب يعرف الكوره بتلعب ازاي؟ سلام.